طبعا جوزيه جوميز يا جماعه احنا لازم نتكلم بما يرضي الله، مدرب كبير. ونادي الزمالك في الفتره الاخيره هو ده نادي الزمالك اللي كنا طبعا متعودين عليه، القتال والروح القتاليه والجماعيه والاستحواذ، والمدرسه الفن والهندسه فتحت فصولها تاني مع جوزيه جوميز. جوزيه جوميز عمل كرة حلوه، قدم استحواذ، قدم نتائج، قدم بطوله. يعني انا بتهيألي ان الراجل ده فعلا لو حققنا، واتمنى مجلس اداره يوافق له على طلباته ويشوف صفقات فعلا تفيد جوزيه جوميز. يمكن كان عايز اللعيب اللي يا جماعه اللي بيلعب في ليفربول اسمه ايه يا جماعه، اتمنى فعلا، كنت اتمنى فعلا انه يجي، لان الراجل ده فعلا محتاج مكان مصطفى شلبي، محتاج واحد حريف يقف على الكوره، يقدر يسحب الفرقه، يقدر يدخل الداخل، يقدر يدخل العمق. انا معاك ان اللياقه تعبانه شويه، لكن هو اسمه يا جماعه نسيت اسمه، قولوا لنا عليه. لعيب انا شفته في فيديوهاته جامد، وبرضه ليفربول ما يوافق، هو اللي هيتحاسب في الاخر. انا مدرب هتحاسب يا جماعه. يعني كولر لو طلب لبن العصفور في النادي الاهلي بتجيب له. انا عارف انك انت باقل الامكانيات، بس انت جبت لعيبه الان ما اقتعنيش. يعني مش لاك ده ما اقنعنيش، مع احترامي الشديد. عمر فرج بيجري غلط، رجليه الاثنين بتلف زي العنكبوت، لا مش لعيب كوره، مع احترامي الشديد له. انا وجهه نظري، لان لو فرود جامد كان زمانه لعب، كان زمانه لعب ولعب ولعب. يعني مع احترامي الشديد، انت شفت اسامه ابو علي في النادي الاهلي اثبت وجوده بسرعه، انت هتستنى عليهم امتى؟ فانا شايف ان جوزيه جوميز محتاج طلبات، محتاج ان الاداره توافق له على طلباته. واتمنى كمان، حتى يمكن انا واحد من الناس هطرح حاجه النهارده يا جماعه، انا زيزو من اللعيبه الكبيره جدا، لكن انا بقول هو لو جاله عرض اقسم بالله بيقوم. والله العظيم ثلاثه يا جماعه، الفلوس اللي هتيجي من زيزو هتفيد نادي الزمالك جدا جدا جدا، وتقدر تجيب مكانه اثنين ثلاثه لعيبه جامدين، سوبر ناس جامده، هتبني فريق وتعمل بند انه اذا لعب في مصر يلعب عندك تاني، وتقدر تعمل حاجه نسبه بيع وحاجه زي كده تقدر تعملها. فانا بقول نتمنى التوفيق لنادي الزمالك. جوزيه جوميز مدرب كبير، نادي الزمالك عنده لعيبه ذات يعني احنا بنتكلم دلوقتي مين من بعد عبد الله السعيد يا جماعه؟ ما يبطل يا جماعه، عبد الله السعيد لعيب كبير جدا، مين بعده؟ نبيل عماد دونجا لما قعد اهوت، في مين بيلعب ممكن محمد شحات، لكن مين تاني يا جماعه؟ فنادي الزمالك محتاج حتى كمان في عمق الدفاعات، محتاج واحد كمان ملونش يرجع، انت محتاج واحد كمان موجود معاهم. يعني انا اتمنى الفتره الجايه يكون في تدعيم، ومين يلعب كمان جامد مكان زيزو. انت اتمنى زياد كمال يمشي، عمر فرج يمشي، الثاني يقول يا جماعه مش لك، انا مش مقتنع بيه. فاتمنى من البدايه ان اللعيبه دي اللي مش هتفيد نادي الزمالك اتمنى انها تمشي، لان مش معقول نادي الزمالك يبقى يعني انا مش عارف. فاتمنى الاختيارات يكون صاحبها جوزيه جوميز، هو اللي يختار، وهو اللي يقول انا عايز ده، وهو اللي يقول انا مش عايز ده، عشان تقدر تحاسبه. الراجل بقول باقل الامكانيات عمل فريق. وعايز اقول على حاجه، يمكن في تصريح لهم من اول ما رجع، قال لهم لو انتوا جبتوا اللعيب ده انا كنت كسبت. يعني الراجل واثق من نفسه وعارف هو محتاج ايه. فاتمنى هو كمان مدير فني يبقى طلبات تنفذ، لازم تنفذ. ليه؟ لان هو ده اللي هيتحاسب، المدرب والمدير الفني هو اللي هيتحاسب في الاخر، مش انتوا ولا انا، ولا هو اللي هيتحاسب. فانا اجيب له طلباته عشان اعرف احاسبه. كل التوفيق لنادي الزمالك، نتمنى التوفيق للاداره، نتمنى التوفيق طبعا للعيبه، نتمنى توفير الفلوس بقى للعيبه، نشوف صفقات كبيره. نادي الزمالك قادم وبشده ان شاء الله مع جوزيه جوميز، وتجديد عقده يعني لازم، ده شيء ضروري. وانا دايما بقول المدرب الكبير في المباراه الكبيره، وما اعتقدش ان الراجل ده في المباراه الكبيره ما ادهاش، وخصوصا قدام النادي الاهلي.